معركة جامدة جدا بين صلاح الجهيني مؤلف افلام طبعا اولاد رزق الافلام ده ما بحبش افلامه قوي بصراحة يعني. وطبعا المعركة دي كانت بسبب يعني المعركة اللي بين صلاح الجهيني وياسر سامي المخرج بسبب فيلم المطاريد، وده فيلم نزل. ويعني صلاح الجهيني في بودكاست قال لي الفيلم ده انا بحبه، بحب كتابته قصدي وكواليسه وكل الممثلين فيه، لكن ما بحبش الفيلم نفسه. المخرج كان لا يصلح ان يكون مخرج للفيلم، وبلوم نفسي كمنتج ان خليت ده يحصل. فبالتالي طبعا ياسر سامي مش هيعدي الموضوع ده. تصحيح لخبر متداول عن اخ ياسر سامي، انا ما قلتش انه لا يصلح، ده صلاح الجيني برضه بيرد. لا يصلح لاخراج الفيلم، انا قلت انه لا يصلح للعمل كمخرج من اصله، وانا اتمنى له فعلا ينجح في اي عمل في حياته بعد سلسله الفشل الذريعه دي، عشان يبقى على نفس مستوايا ويقدر يرد عليا. طبعا ياسر سامي رد عليه بقى: الحقيقة طول حياتي المهنية الطويلة واللي اشتغلت فيها مع كبار المؤلفين المحترمين وكبار شركات الإنتاج المصرية والعربية والمنصات العالمية وكبار نجوم ونجمات مصر. ده فين؟ هو ياسر سامي اسم كبير جدا بصراحة، بس يعني برضه ما مش عارف يعني، مشتغل مع تامر حسني، اشتغل مع ناس كبيرة. بصراحة جيني بقول لك صراحة جيني أنا ما بحبش أفلامه للأمانة يعني، عشان مش منحاز لا ده ولا ده. لم انخرط يوما في مشادات ومهاترات على السوشيال ميديا، لاني شايف ان اللي بيعمل كده ببساطه فاضي وتافه وبيبحث عن ترند رخيص. بما ان الاخ صلاح الجهيني ذكر اسمي في منشور، فوجب الرد. اولا، دور الاساتذه والظهور الاعلامي والتحدث بصيغه العارف بالسيناريو. بيرد عليه بقى بيقول له ايه: مش لايق عليك خالص انك تعمل دور يعني عارف بالسيناريو والانتاج والاخراج، انت مش دارس ولا فاهم، ومجرد بالونه افلام اكشن، بالونه يعني تجاريه نجحت بسبب مخرج عظيم اسمه اللي هو طارق العريان ونجوم جماهيريين. ولو شلت طارق العريان من تاريخك والدعم السعودي العظيم لشغلك، هنلاقيك واقف لسه في طابور على باب مكتبي عايز تقابلني لاني مخرج ناجح وليا اسم من ايام ما انت ما كانش حد يعرفك. لو نظرنا لافلام حضرتك مش هتلاقي لا قيمه ولا رساله ولا هدف غير الايرادات وبس، فسيب التنظير للناس. بصراحه برضه يا استاذ سامي انا معاك ان هو افلامه كلها خمور وبلطجه ومش عارف ايه، اولاد رزق يعني. في نفس الوقت افلام ياسر سامي ما اعرفش، انتوا الاثنين افلامكم نفس المستوى بصراحه، والا ما كنتش اشتغلتوا مع بعض. يعني ما هياش على المستوى الفني الكبير يعني. انت لو فنان بشلم او حتى انسان بربع جنيه، ايه ده؟ ده ايه التصعيد ده؟ مره هو بيقول له كده: انت لو فنان بشلم او حتى انسان بربع جنيه كنت سيطرت على نفسك قبل ما تخش تغلط فيا، لانك عايز تعمل ترند بعد 4 سنين من تصوير الفيلم، ولا يوجد اي رابط او تواصل بيني وبينك من وقتها. لكن للاسف انت انسان تعبان وفاضي، لذلك مهما تعب في بوستاتك مش هرد، لاني ببساطه مش فاضي لك. واذا اتتك مذمتي من نقص. شيء غريب بصراحه يعني. بص، انا شايف المعركه دي ما تستاهلش اصلا. لا هو ده توفيق عكاشه، لا ده اسامه انور عكاشه، ولا التاني مجدي ابو عميره. الاتنين افلامهم بصراحه، والتاني بيقولوا انا شغلت مع اكبر واهم نجوم الوطن العربي، تلاقي تامر حسني في الاخر وشيرين والعالم دي. فيعني مش عارف اقول ايه بصراحه يعني. ياسر سامي على فكره كمخرج محترف وحاجه جامده جدا بصراحه، بس يعني مستويات افلامه مفيش فنيا مفيش حاجه حلوه ممكن تتفرج عليها لده او لده. مفيش حاجه عاشت، مفيش حاجه علمت، مفيش اي حاجه خالص. المهم فيلم المطارد ده كان فيلم ريزل برضه، فيلم دمه تقيل جدا لاحمد حاتم ولتمارا عماد ولا طارق عماد ولا مش عارف ايه. فيلم دمه تقيل قوي بصراحه، دمه تقيل جدا، الناس اللي فيه دمها تقيل وحتى اياد نصار كان عامل دور كده بصراحه من ارذل ما يكون، دور رزل قوي قوي يعني، حاجه بايخه جدا يعني. فهو الفيلم كان تافه، وكتابته كانت باينه قوي انه فيلم تافه ومتاخد من 4-2-4، انه ورث الفيلم الاستاد او الملعب او النادي من ابوه في يونيفيرس كده، او في عالم ميتافيرس خيالي، ان يونس الشلبي هو ابوه وخد منه النادي. حاجه كده بايخه قوي بصراحه يعني يلا. انا مش فاهم انتوا الاتنين بتعاركوا على فيلم عامل ازاي ده؟ الجنازه حره والميت